باشا هي دي عظمة ريال مدريد يا باشا. هنجدد لك عشان ما تزهقش. لا بس ايه رأيك، عملت لك سيناريو جديد اهو عشان ما تزهقش مني. نبقى كسبانين 1-0 هناك، نضيع فرق الفوز ده في اول 30 ثانية وتبقى 1-1، ونفضل ما نجيبش جوان ونضيع ضربة جزاء، فينيسيوس جونيور يخش يحط اسوأ ضربة جزاء ممكن تتشاط في التاريخ، ونخش اكسترا تايم. تمام، كل ده السيناريو الطبيعي بتاعنا عادي. فينيسيوس يخش؟ لا طبعا، لان هو خرج من الملعب. تمام، مين بقى اللي يخش يضيع؟ فاسكيز، اللي هو دايما بيحط الكوره في الجول. فانا بشوقك اكثر. ليه؟ لان فاسكيز هو اللي بيحط الكور في الجول، فمعروف ان فاسكيز والحركات بتاعته والبرود ونهائي 2016 والكلام ده كله، فانت تتعشم اكتر. فاروح جايب لك بقى السيناريو يا باشا، وخد الفاريز بيلمس الكوره برجلين الاتنين علشان تتلغي. اراهنك ان انت كنت عارف القانون ده اصلا، ولكن احنا عارفين. تمام، الفاريز يخش لمس الكرة برجلين الاتنين. سيناريو جديد اهو، ضيعنا لك ضربة جزاء وصعدنا بسيناريو جديد. لا لا استنى، خد بقى اكمل لك السيناريو. روديجر يخش ويشوط، واوبلاك يروح معاها ويلمسها بطرف صباعه، ولكن بتخش في سقف الجون. مش بقول لك انا سيناريو جديد النهارده؟ بجدد عشان ما تزهقش يا غريمي. ايه رايك؟ ريال مدريد النهارده مش بس بينتصر على اتلتيكو مدريد، ريال مدريد النهارده بينتصر على اتلتيكو وعلى فينيسيوس جونيور. احنا النهارده بنلعب 10 لعيبه. ده بعيدا بقى ان عايز الناس بقى تجيب لي الفيديو بتاعت بنالتي افافور دي ريال مدريد. ايه يا باشا، ايه رايك بقى في دي؟ ما فيهاش حاجه طبعا، اصل احنا كنا بنلعب هاند بول في الحته دي، فما فيش مشكله ان هو يلمسها بايديه. ولكن مش هنقعد برضو نتكلم كل شويه على الحكام. كده كده صعدت يا باشا خلاص، مش عايز منكم حاجه. وبس كان كل فيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوفوا كل جديد عن فيفا، عن الكوره، عن الفانتسي. سلام.